صابلي الرشمة ولا صابلي جذع الشجرة، 250 غرام مارغرين طرية، كاس ماشي معمر سكر ناعم، رشة ملح، حبة بيض مع زوج صفار، 4 كاس زيت. نخلطهم ونضربهم ملح. نزيد نص كاس مايزينا لافاني، ونحط 2 كيسان فارينة مع رشة خميرة كيميائية. نبدأ نلم في العجينة، نزيد الكاس الثالث فارينة ونلمها بيدي. الكاس الرابع بالتدريج، عجينة طرية وما تلصقش. الكاس الرابع ما كملتوش، خليت منه شوية. نستعمل هذه الطوابع، طابع تاع الرشمة وطوابع صابلي. نحل العجينة ما بين كيس بلاستيكي سمك رقيق. ندهن الطابع تاع الرشمة دهنة خفيفة بالزيت، ومن الأحسن ما تضغطوش عليه فوق العجينة. شوفوا أنا كي ضغطت عليه العجينة لصقت، نضغطوا عليه شوية برك. شوفوا النتيجة، الرشمة خرجت. نرمد طابع الصابلي ونطبع فوق الرشمة. شوفوا كيفاش خرجت الحبة. نكمل كامل العجينة كيف كيف. شوفوا السمك راهو باين. ندخل السنيوة فرن سخون ونطيب الصابلي على 160 درجة. نطبع بالشكل الثاني المربع. السنيوة الأولى طابت وندخل السنيوة الزوجة، خرج شباب بزاف. نلصقوا بالمربع والتزيين اختياري. صابلي جذع الشجرة ولا صابلي الرشمة خفيف وبنين. تحصلت على 25 حبة. حضروه للعيد.